دي المؤشرات اللي بتقول ان احنا دخلنا على المرحله الثالثه اللي هي البيلد اب، مرحله البناء. وتاني زي ما تود بيقول هنا انه بدايه التفكير في وضع انظمه فعليه لتنفيذ المهام بدون الاعتماد عليك بشكل كبير. المفروض انك في المرحله الثالثه تبدا بقى عصبي المزاج يتشاجر لاتفه الاسباب دي تبدا تختفي شويه، علشان انت هتبدا تبني سيستمز وهتبدا تكون فريق وهكذا، فتبدا الضغوط اللي عليك تخف شويه. طيب تساؤلات المرحله دي احنا زي ما اتفقنا كل مرحله بيبقى ليها شويه المونكي برين جوه قاعد عمال يسال اسئله ويشتتني ويعمل وهكذا، والمشاعر اللي جوه اللي بنبقى محتاجين كل مرحله نفهمها اكتر ونحاول نسيطر عليها اكتر. المرحله الثالثه بيكون فيها عده تساؤلات. السؤال الاول: كيف يمكنني تقليص عدد ساعات عملي دون ان يتاثر البيزنس؟ خلاص انا بقالي فتره محترمه مشغل البيزنس بتاعي في الستارت اب والرامب اب، وانا خلاص اجهدت فتمام وتعلمت حاجات واشتغلت حاجات ما بحبهاش وهكذا. طيب في المرحله دي ببدا افكر امتى بقى يعني هعرف اقلل عدد ساعات شغلي عشان احس ان انا حد صاحب بيزنس مش شغال 9 ل 5، لسه انا بقيت بشتغل من 9 ل 900. ففي المرحله دي ببدا افكر امتى هبدا اقلل عدد الساعات بتاعه الشغل بتاعتي. بيطلع تساؤل تاني: ايه هي المهام اللي ممكن اتركها لغيري ومن الذي يمكنني الاعتماد عليه فيها؟ يعني ايه الحاجات اللي ممكن اليت جو، ودي بتبقى حاجه صعبه جدا 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 على البيزنس اونر اللي بدا من الاول، اللي بدا من مرحله الستارت اب، اللي بدا من الفكره ونفذ بايده وشمر ونزل. بيبقى صعب عليه جدا في المرحله الثالثه برغم ان هو بيعاني، يعني برغم ان هو خلاص مش لاقي وقت، يعني زي ما بيقولوا مش لاقي وقت يهرش الا انه ساعه لما يجي يعمل خلاص ليت جو، انا مش عايز اشتغل التاسك ده بايدي تاني، انا مش عايز اعمل الحاجه دي بايدي تاني، بيبقى طول الوقت معاه سؤال تاني اللي هو طيب اديها لمين؟ يعني مين يقدر ياخد البيبي بتاعي ده اللي بقالي سنين قاعد شغال عليه، ياخده ويكون امين عليه ويكون شاطر ويكون فبيبقى في تحديات كبيره جدا عند البيزنس اونر في المرحله دي. السؤال الثالث: اين اجد اعضاء الفريق الذين يمكنني الوثوق بهم؟ اجيب منين الناس اللي اتمنها على البيزنس وعلى التفاصيل بتاعته وعلى سر المهنه والكلام اللطيف ده كله؟ قال يعني في سر مهنه. طيب 4: كيف يمكن تنظيم العمل والتشغيل للاستعداد لمرحله النمو القادم؟ عايز ابدا احط سيستمز وحاجات تساعدني لما اروح لمرحله السكيل اب، لما اكبر البيزنس ابقى مطمن انه البراند اللي بنيته ده مش هيتضرب في مقتل. 5: اي قسم في الشركه يجب عليا تنظيم عملياته اولا؟ لو انا هشتغل بقى اوتوميشن وسيستمز وتكنولوجي والكلام الجميل ده، ابدا من انهي اداره؟ مبيعات، التسويق، الاوبريشن، الاتش ار، ابدا من انهي اداره بالظبط؟ ده بيبقى تساؤلات كلها موجوده في المرحله دي.